سلام ومرحبا بكم. اليوم رايح نحضروا مع بعض وصفة المقروط في الكوشة. نبداو مع بعض بطريقة التحضير. عندنا في إناء عندي 4 كيلات سميد متوسط. فوالا، نختاروا الكيلة اللي بغيناها، نزيدوا معها ملعقة سكر. السكر هذا اللي راح يعطيني التحميره. من بعد نزيدوا ملعقه صغيره فانيلا، ونزيدوا نصف كيلة فرينه. نخلطوا كل هاد النواشف مع بعض. نحاولوا ندمجوهم مليح هكا. نزيد قرصه ملح، بهذه الطريقه. وفي الاخير نزيد كيلة الا ربع مارغرين مذابه او زبده مذابه، والربع الاخر نديرو زيت. هكا يعطينا كيلة. نفرغوا كامل هذاك اليدام فوق السميد، ونحاولوا نبسوه جيدا حوالي 10 دقائق هكا، باش يدخلنا هذاك ليدام مليح في السميد تاعنا. حاولي تختاري نوعيه جيده تاع السميد باش ينجح لك المقروط تاعك. هنا بعد ما دخلت ليدام خديت هنايا كيلة الا ربع نتاع الماء، وزدت له الربع الباقي ماء زهر هكا. هاد الكيلة كيما راهي نفرغها مباشرة في الخليط. تسمى ما تخافيش الخليط تاعك تشوفيه جاري مع الاول، لكن فيما بعد رايح يشرب. نفرغ هذيك الكيلة كيما راهي في الخليط هكا. فوالا، كيما راكي تشوفي هنايا الخليط يبان لك جاري، لكن هو كي تخليه يرتاح 10 دقائق تلقاه شرب لك كامل هذاك الماء. هكذا تحصلنا على كرة عادي. نخليها انا بجهه يرتاح حوالي 10 دقائق ونرجع ليه. انا هنايا بالنسبه للحشو اديت الغرس، كنت فورته كيما راك تشوفي، وضفت له ملعقه تاع جلجلان، اختياري اكيد. انا نحب الذوق تاع الجلجلان مع الغرس، يعطي نكهه خاصه هكا. ونكون شمختو اكيد بشويه مزهر. انا هنا بعد ما ارتاح لي العجين تاعي طليت عليه، لقيته شرب لي شويه ماء، ضفت له شويه ماء وشكلت كريات بوزن 40 غرام، والغرس وزنته بوزن 15 غرام. نفتح العجين تاعي، ندير له الكره نتاع الغرس لداخل، ونحاول نغلقه بحيث ما يكونش عندي شقوق. نحاول قدر الامكان نكور الكريه تاعي جيدا. فوالا بهذه الطريقه، ونحطه في القالب تاعي. انا اخترت القالب هذا، انت تقدري تختاري القالب اللي يساعدك، سواء بالبوشون ولا بهذا الطابع. ديري هذا الرسمه من الفوق، شكلها رائع جدا. نكمل باقي العجين، نفتحه بهذه الطريقه، ندير كريات على الغرس، نحاول نغلقها جيدا بحيث ما يكونش فيها شقوق هكا، ونحطها في القالب تاعي. بهذه الطريقه انا نكمل هنايا كامل الكميه اللي عندي. فوالا، هنا كنت كملتها درتها في الصينيه.
شكلها رائع جدا. الآن ناخدو لوز كاوكاو واش عندك أكيد، ونزينوها من الفوق. تقدري تحطي بندق، فوالا. وندخل هاد الصينية في الفرن على درجة حرارة 180. نخليها تطيب بالعقل باش ما تقعدلناش العجينة خضرة لداخل، ونخرجها كي نشوفها بدات تتحمر. انا هنا خرجت حبات المقروط تاعي كيما راكم تشوفوا تحصلت على لون ذهبي، فوالا. ونحطها في العسل يكون دافي شويه هكذا، نحطهم كامل في العسيله، ونكونوا حطينا لها شويه ما زهر باش نجريوها قليلا. نحط الحبات تاعي هكذاك سخونين في العسيله، ونخليهم حوالي 10 دقائق باه يتعسلوا لي مليح مليح. وبعد ما نعسلوهم نحطوهم في طبق التقديم. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى تعجبكم الوصفه، نتمنى تجربوها. ما تنسونيش بتعليقاتكم، ارائكم واللايكاتكم والشير والمشاركه مع الاصدقاء. والى اللقاء، الى فرصه اخرى.